هذه الفترة مستمرة مع ضيوفنا الكرام. يعني نادي المصري البورسعيدي هذه الأيام بيستعد طبعا للانطلاق، يعني إن شاء الله، وتحضيراته الخاصة بالموسم الجديد. معنا عبر الهاتف للتعرف على أهم هذه الاستعدادات وأيضا أهم الصفقات وحديث عن النادي المصري البورسعيدي الناقد الرياضي عبده علمية. بنرحب بيك يا كابتن عبده. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عطيه وبالساده المستمعين. النادي المصري البورسعيدي يعني عنده بعض من الصعوبات والمشكلات اللي بتواجههم في فترة الإعداد دلوقتي. يعني حابين نعرف بعض هذه الصعوبات، خاصة عدم وجود يعني صفقات جديدة، أيضا فترات الإعداد، جائحة كورونا وتأثيراتها المادية عليكم. حابين نعرف الدنيا ماشية معاكم إزاي. والله استاذ عطيه، والحمد لله ان النادي المصري خلال الفتره الماضيه ابرم 9 صفقات يعتبروا من العيال الصقيل، لاعيبه متميزه. مؤخرا تعاقد مع كوسونجو لاعب الوداد المغربي، وقبل ذلك تعاقد مع 2 من نجوم النادي الزمالك، احمد رفعت ومحمد عنتر، ثلاثي اس في مصر، مصطفى سلطان وعلاء عطا وعصام ثروت، بالاضافه للنجم الانتاج الحربي السابق احمد شديد قناوي. وده مش غريب على النادي المصري لانه قبل كده استمر في النادي المصري اكثر من 6 سنوات وكان اداؤه متميز جدا، واحنا كنا محتاجين احمد شديد قناوي، خاصه اللي هو بيلعب ظهير ايسر، خاصه بعد بيع محمد حمدي واحمد منصور، فده هيسد الثغره اللي احنا كنا. بس معلش، يعني بعد الفترة الزمنية دي وهو بينهي أعتقد خلاص يعني الحياة الكروية له، بيبقى لسه عنده من العطاء وتجديد يعني الطموحات عنده في الفترة زي دي. والله يا استاذ عطيه، احنا شاهدنا الموسم الماضي كان مباريات الانتاج الحربي كان هو كل مبارياته مشارك فيها بنسبه كبيره، وكان ما بيظهرش عليه ان عامل السن. وبعدين النهارده هو عنده خبره وممكن ان هو احنا نستفيد منه بكذا ده اوفر. كويس. يعني ده كويس. انا متعشم خير ان شاء الله ان هو ممكن ينهي حياته في بورسعيد بشكل افضل ونقدر نستفيد منه كويس جدا. كابتن علي ماهر تعاقد برضو خلال اليومين الماضيين مع لاعب من ناشئين النادي الاهلي 2001 اسمه معاذ انور. كان راح احترف في تركيا وهو كان بيدربه في النادي الاهلي اثناء توليه تدريب الناشئين. ده سيرد باك. عودة محمد الفلسطيني مرة أخرى النادي المصري، ده كان معار لفريق الأنطرة، ده كان سيرد باك. احنا كان عندنا في مشاكل في بعض المراكز، أهمهم كان حراسة المرمى، ما كانش عندنا إلا أحمد مسعود اللي كان موجود. النادي المصري تعاقد مع 2 متميزين، أحمد دعدور وعصام ثروت. أحمد دعدور ده جاي من بيراميدز، حارس برضه متميز. كان عندنا مشكلة في راس الحربة الصريح، خاصة بعد محمود وادي لبيراميدز. تعاقدوا مع كوسونجو، ده برضو أحرز 5 أهداف في الدوري المغربي، وحط 3 أهداف في تصفيات أفريقيا هناك مع منتخب الكونغو، لأن هو طبعا منتخب الكونغو ضمه للمنتخب. عندنا أحمد رفعت، في عندنا خط نص المهاجم أحمد رفعت ومصطفى سلطان، وبالإضافة للأساسيين اللي كانوا عندنا إسلام عيسى على عمرو كمال عمر كمال. يعتبر بشكل كبير صفقات متميزة. النادي المصري إن شاء الله أنا متعشم خير إن هو هيقدم موسم طيب، خاصة لجميع الأندية المصرية. أبرموا صفقات متميزة، منهم البنك الأهلي على سبيل المثال. أبرم أول أمس صفقة صالح جمعة، نادي الاتحاد حسام عاشور، سيراميكا، ما شاء الله صفقات برضو متميزة. فلازم الدوري الموسم الجديد ان شاء الله هيكون في 5 6 أندية هتنافس على البطولة، مش هيبقى النادي الاهلي بس او الزمالك. الاندية اللي ذكرتها لحضرتك دي سواء الاهلي او سواء الاتحاد او بيراميدز او المصري، سيراميكا، البنك الاهلي، دول هينافسوا بقوة صدقني. يعني خلال الموسم اللي جاي الجماهير هتشاهد مباراة قوية جدا جدا بين الأندية اللي ذكرتها لحضرتك دي. اتفضل. طيب،
يعني الانديه الشعبيه المصري